اليوم باش نحكيو على موضوع مهم ومهم جدا، هو موضوع الشركات الأهلية، وهو خيار وتوجه لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لدعم التنمية في عديد من جهات الجمهورية. اليوم معايا 3 نماذج من شباب تقدموا طلب في أراضي الدولية وتأسيس شركات الأهلية، لكن القاو بعض العراقيل من وزارة الفلاحة. توا معنا وليد باش تعطينا شنية الشركة اللي أسستها، كيفاش أسستها، وشنية العراقيل اللي لقيتها قدامك. احنا قبل كل شيء نشكر ياسر السيد الرئيس اللي هو اتاح لنا المشروع هذا واللي هو مشروعه هو، واحنا كمؤسسين للشركات الاهليه امنا بالمشروع هذا، مشروع التنميه الداخليه والعداله، عداله التنميه الداخليه. فبدينا نأسسوا في الشركات الأهلية، أسسنا شركات أهلية ولقينا برشا عراقيل مروا في التأسيس، والحمد لله معناها أسسنا شركاتنا وخذينا معناها الباتين ده، وخذينا المضمون الشامل للسجل الوطني للمؤسسات، وعملنا دراساتنا على نتاع المشروع، ودراساتنا على الأراضي اللي باش نخدموا عليها الشركات، احنا خاصة الشركات الفلاحية، خاطر الشركات الأهلية فيها الفلاحي وفيها غير الفلاحي. احنا كشركات فلاحية معناها خدمنا دراساتنا وخدمنا شركاتنا كاملة على أساس الأراضي الدولية اللي باش يتم منحهم للشركات الأهلية بمرسوم نزلوا سيد الرئيس معناها، وباش يعطينا فيها بعض الامتيازات. احنا في هذا الكل احنا وفقنا وكملنا معناها تأسيسنا ودخلنا في مرحلة انه باش ناخذوا الأراضي. لقيتوا تسهيلات من الإدارات الجهوية؟ احنا على فكرة لقينا برشا تسهيلات في التأسيس من الإدارات الجهوية تاع الولايات الكل، وعاونونا برشا معناها الإدارات الجهوية كسوا على رأسهم الوالي والمديرين العامين نتاع الإدارات الجهوية الكل من أملاك الدولة ومن تشغيل ومن الفلاحة، وأسسنا الشركات. ومن بعد تالي فين أنت الشركة نتاعك فين أسستها؟ أنا شركتي أسستها في ولاية زغوان، في معتمدية زغوان في عمادة المقرن، عاونونا برشا معناها الإدارات الجهوية وعلى رأسهم سيد الوالي والمديرين الجهوية، مديرة الجهوية مدام دليلة، سيانيس مدير جهوي للتشغيل، مدام سعاد في الفلاحة. معناها لقينا برشا تسهيلات في التأسيس، وحضروا معنا في الجلسات العامة نتاعنا وفي الجلسات التأسيسية، ونشكرهم برشا خاطر هم كانوا مدونا يد المساعدة معناها في مرحلة التأسيس. ولكن بعد وقت اللي انتقلنا في المرحلة نتاع انه باش ناخذوا الأراضي، الاشكال لهنا وقعنا لهنا، بدينا في الاشكاليات الكبيره وتعرضنا لللوبيات اللي في وسط وزاره الفلاحه، اللي هما اللوبيات هذوما هما ناس ما يحبوش الاراضي الدوليه الفلاحيه تخرج من عندهم، خاطر هما عندهم غايات اخرى وقاعدين يتمعشوا منهم كيما نقولوا احنا معناه، ويعطلوا في المشروع كاساس، خاطر المشروع كأساس باش ما ينجحش قاعدين يحاولوا يعطلوا فيه ويقلقوا فينا معناها بألفاظ وبرشا حاجات وبتعاطيل معناها إلى يومنا هذا. من تو سيد الرئيس هبط المرسوم نهار 2 أكتوبر واعطاهم مهلة شهر في داهم واحنا من 2 أكتوبر التو واحنا نستنوا في القوائم نتاع الأراضي اللي تم إدراجها للشركات الأهلية وما خرجتش. فاحنا اليوم بركه معناها مشينا قديش من مره، واليوم بالذات مشينا لوزاره الفلاحه ما حاب يقابلنا حتى واحد، وقابلتنا كان مديرة العلاقات بالوطن، كلمة المدير الديوان قال انا مش، كلمة مديرة اخرى قالت انا ما حبيتش تقابلنا، ما حاب يقابلنا حتى حد. احنا نناشدوا سيد الرئيس اللي هو المشروع نتاعو هو، واحنا كشركات اسسنا وحضرنا رواحنا نناشدوه باش يسهل لنا في تمكيننا في الاراضي الدولية. هذا هو المشروع، مشروع رئيس الجمهورية الاستاذ قيس سعيد، ومراهن عليه لدعم التنمية في الجهات وتشغيل خاصة الشباب، لكن في المقابل ما تلقاوش ما ثماش تجاوب من المسؤولين. هذا هو احنا هو مشروع سيد الرئيس، احنا امنا به
ومشينا فيه بالكدا واسسنا شركاتنا، وعلى اساس باش نبدو النشاط الفعلي. النشاط الفعلي ما يبدا الا بتمكيننا من الاراضي. وقت اللي ما يتمش تمكيننا من الاراضي فهنا يحبوا يحكموا على المشروع بالموت قبل ما يتم. وهذه تعطيل، هذه يعملوا فيها هياكل في وسط وزاره الفلاحه بالعاني، يحبوا يضربوا المشروع كاساس، خاطر المشروع جايبوا سيد الرئيس لازمهم يضربوه باش ما ينجحش. واحنا مصرين اصرارا انه باش ننجحوا المشروع ونناشدوا سيد الرئيس باش يتدخل في اقرب وقت وينزل لنا القوائم الاراضي وباش نبدوا في النشاط الفعلي. ونحبوا نقولوا له راهو يا سيد الرئيس، راهي فما برشا ناس يحبوا يضربوا المشروع ويحبوا يقتلوه بطريقه او باخرى باش ما ينجحش، ومبينوش اللي راهو المشروع هذا ناجح وتصير التنميه في وسط المناطق الداخليه وتنقص الهجره من المناطق الداخليه للمدن، ونكونوا احنا معناها نكونوا فعلنا حتى في الامن الغذائي. خاطر احنا كي باش نخدموا في الفلاحه باش نامنوا الامن الغذائي نتاع البلاد، علاش نبقوا نصدروا ونوردوا احنا القمح والشعير اللي احنا اراضينا نشوفوا فيها سايبه معناها وهامله، مش قاعدين يخدموا فيهم كعبتين وزوز بالإيعاز من بعض الموظفين في وزارة الفلاحة باش هما يخدموا مع بعضهم، هذاك ياكل من هذا وهذاك ياكل من هذا، وهذا الفساد اللي يحكي عليه سيد الرئيس واحنا قاعدين نشاهدوا فيه يوميا، وقاعدين نشاهدوا في أراضي الدولة معناها قاعدة كل يوم مهملة، وكل يوم تمشي وتهمل أكثر وماشية معناها الطريق معناها إنه تولي ما عادش موجودة أراضي دولية. وبالتالي معناها احنا المشروع هذا كي باش نحيوا الاماكن الداخليه باش ننقص معناها برشا ونوفروا برشا يد عامله اللي هما معناها موجودين في الريف واللي هما ما نجموش باش يجوا للمدينه باش يخدموا، ومنحاولوا احنا معناها بهذا الكل باش نوفروا الاماكن الداخليه هذه نحيوها وترجع فيها الحياه كما كانت من قبل. مروان السارحي، مؤسس الشركه الاهليه الاعمار الفلاحي في معتمديه الفحص، عماد ليل السارحي، ولايه زغوان. الشركه نتاعنا نشاطها فلاحي، يعني ترتكز على الزراعات الكبرى وعلى غراسات الاشجار المثمره. جات الشركات الاهليه هي هذه لاستغلال الاراضي الفلاحيه المهمله واللي تستغل فيها اطراف بصفه غير قانونيه باش تستفاد الدوله واستفاد المواطنين يعني من المشروع هذا. لكن الغريب في الامر الاداره التونسيه وبعض الهياكل يعني اللي تمثل الدوله يحبوا يضربوا المشروع هذا. هي الاداره العميقه اللي حسب رايك تخدم ضد الدوله؟ هذه هي الاداره العميقه اللي تخدم ضد الدوله وتحدث عليها السيد الرئيس. علاش؟ خاطر القانون ومنشور والستاتيو السوسيال نتاع الشركات الاهليه واضح، يعني الاولويه لكراء الاراضي الدوليه بالمراكن للشركات الاهليه. ثم اطراف وبروباغندا تحب تدخل وتستغل يعني الامتيازات نتاع الشركات الاهليه وقيد يعني اللي هي تبع الشركات الاهليه، وفي نفس الوقت يحبوا يضربوا المشروع كيفاش؟ عن طريق المماثله. يعني تو التنقيح صار عنده 6 شهور و7 شهور، كانوا يدعوا قبل انه ثم تعقيدات في القوانين وكل شيء، لكن سياده الرئيس يتدخل ونقحوا القانون باش تصير تسهل عمليه بدء النشاط نتاع الشركات الاهليه. الا انه تو معناها قريب 7 شهور وما ثم حتى شيء، وكي تمشي تسال كل شيء ما يعطيك حتى حد المعلومه الصحيحه وما يقابلك حتى حد. علاش؟ وبالرغم انه المشروع هذا احنا متاكدين انه مشروع باذن الله باش ينجح عن طريق الدعم اللي قدمه لنا سياده الرئيس، فهمتني، وباش يوفر مواد شغل، فهمتني ولا لا، ويحقق الاكتفاء الذاتي. لكن برشا بعض المسؤولين وبعض الاطراف يخدموا لصالحهم ومش لصالح الدوله. علاش الاطراف هذه حسب رايك تحب تضرب المشروع هذا وهي ضد توجه خيارات رئيس الجمهوريه في الشركات الاهليه؟ خاطر هما اللي يستغلوا في الاراضي هذه، واحنا عندنا يعني هما ثم اطراف يعني اشخاص تستغل في الاراضي هذه ويعني ويتمعشوا منها. وعندنا احنا ديجا التقارير نتاع الاراضي الدوليه نتاع تونس، الاراضي الشاسعه، فهمتني، كيفاش مهمله ولا كيفاش استغل فيها اطراف ولا استفادت منها من الدوله لا حتى شيء، فهمتني. وعندنا الوثائق ووصلناها للسلطات العليا، السيد وزير املاك الدوله والسيد وزير الفلاحه، لكن لا مجيب، فهمتني. هي الاراضي بطبيعتها اكثريتها الاراضي الدوليه كانت مهمله، ورئيس الجمهوريه مشى في خيار انه تمنح هذه الاراضي بالمراكنه للشركات الاهليه وللشباب، فهمت، لدعم التنميه المحليه في الجهات وباش الناس تخدم على رواحها.
في المقابل تلقى ناس معناتها تعطل في المشروع هذايا، شنو هي الغاية نتاعهم؟ ضرب المشروع هذا كيف حتى فيش يتمثل. توا احنا بطبيعتنا مؤسسين الشركات يعني عندنا يعني اداءات نخلصوا فيها، سواء في القباضه سواء شارين معدات، فهمتني ولا لا، قريب الاجال باش نخلصوا يعني المعدات هذيك نخلصوا البنوك. عندنا كراءات نتاع محلات، هذه يعني منين واحنا النشاط ما بداش، مازال ما بداش. يعني هذايا مستمر ضرب المشروع. علاش هذه المماطله؟ علاش الوقت هذا الكل معناه باش اسناد الاراضي هذه؟ بطبيعه الحال احنا من خلال الاعلام نحب نوصلوا صوتنا للسلطه العليا سياده الرئيس الجمهوريه باش التدخل الفوري ويتم انصاف الشركات الاهليه وانزال القوائم باش تبدا الشركات الاهليه في النشاط نتاعها. رمزي حيدري مؤسس الشركه الاهليه الجهويه بركه الكاف. بالاساس نشاط فلاحي، استغلال اراضي دوليه. احنا من قبل كي نسمعوا باراضي دوليه كنا نعرفوها اللي حكر على مجموعة معينة، يعني الجميع الكل تعرف أنه حكر على رجال أعمال والأطراف اللي لا بأس عليها. نحن كشعب ما نفكروش فيه التفكير هذا أصلا، لكن مع مشروع الشركات الأهلية هذا يخبر اللي يفرح، اللي واللي تحس أنه تونس عنا فيها الحق كيفنا كيف غيرها. فما عداله كيما رجال الاعمال، كيما احنا متخرجين، احنا قرينا، صرفوا علينا باش وصلنا قرينا وتخرجنا وبقينا بطاله. لكن الفكره هذه توظفت لخدمه الشعب، للانصاف الشعب. هذه الحقيقه. اراضي دوليه سي بون، يكفي ما كان تحكر على مجموعه معين. عنا الحق في تونس، عنا الحق في تونس، تونسنا عنا فيها الحق. علاش زعما هو باش يكون حريص كيفنا احنا كشباب، مازال عنا العزيمه وعنا الاراده. سي بون، عنده فلوس، سي بون، استثمر في حاجات اخرى. خلينا احنا الفرصه باش نستثمروا فك الاراضي، باش نثمنوا الثروات اللي عنا. اللي كي تشوف نورمالمون الفلاحة تكون من وزارات السيادة، نورمالمون الأمن الغذائي يهم الشعب الكل، يهم البلاد. يعني هذه فرصة باش الناس كلها تبذل مجهودها من خلال الفرصة هذه اللي هي الشركات الأهلية. علاش لا يجيك كادر في وزارة الفلاحة يستهزأ بيك انتم العاملين راس مال 200 دينار. شي يهمك انت؟ شي مشكلتك اذا كان الدولة، اذا كان رئيس دولة باش يوفر التمويل واحنا باش نستغلوا الارض هذيك، علاش لا؟ علاش ما ناخذوش فرصتنا؟ وين المشكل؟ اراضي الدوليه ذيك باش نثمروا، نحن باش نثمنوا الثروات اللي عندنا، سواء حبوب، سواء زيتين، سواء اشجار مثمره، سواء افكار اخرى. شباب عنده افكار، سيبونا، خلونا نحبوا نستثمروا في بلادنا، نحبوا نحسوا اللي احنا توانسه. مش يجي عطلك باصبر هو على قريب. شركات أهلية روك النظرة أصلا تاع في الفلاح كي تشوف توما الشركات الأهلية أوف تقلقوا منا. علاش تقلقوا منا؟ هو الواضح انه الملف نتاعكم جاهز تقريبا والشركه تاسست. ما فهمتش انا علاش البلوكاج وزاره اداريا اموركم واضحه ومريقله. تخيل صارت ثوره قانونيه انه تنقح القانون في اجال وجيزة، يعني تنقح القانون وأعطت فرصة للشركات الأهلية أنه باش تكون الأولوية لها. لكن في التطبيق تشوف، يعني شوف إجراءات اللي صارت مع رئاسة الجمهورية مع السيد قيس سعيد، والواقع شيء بعيد على بعضه. يعني شوف الإرادة موجودة، باش تشوف إذا كان فما إرادة رو برشا مستحيل كنا نشوف فيه مستحيل يتحقق، خاطر ماهيش صعيبة. علاش لا؟ أعطونا الفرصة. لكن شوف الإدارة متاعنا والبيروقراطية اللي كبلونا بها وخلونا عرفتها مازالت الورقة هذه، وكادر هذا يبعث الكرة للكادر الآخر باش يفشلونا. المصالح شكون؟ بس نورمال هم ما يساعدوش شركات أهلية شباب باش تخدم، ماهوش باش يفكر فيه في مصالحه. الورك الأطراف الأخرى اللي كانت تستغل في الأراضي الدولية طبيعي كانت فما معاملات، وكانت فما أجواء احنا ما تتذكرش، ما خاطر فهمتني. تو تخيل انت شوف مواطن الشغل اللي باش توفرها الشركات الأهلية. باش كيما شوف الخلاصة نحسوا لي احنا توانسة. هل تعتبر انه الاطراف اللي كانت تستغل في الاراضي الدوليه هي اللي قاعده تضغط
على مسؤولي وزاره الفلاحه ربما باش يعطلوكم. بالمنطق انت شو بالمنطق انت مرسوم يخرج شوف يقول لك لجنه يترأسها وزير الفلاح، فيها املاك الدوله، فيها تشغيل، تمشي للتشغيل يقول لك راهو احنا خدمتنا رانا نحضروا في اللجنه، املاك الدوله تقول لك احنا خدمتنا اللي هي تتمثل في هيكله الاراضي، يعني يعطوا اسكو فيها نزاعات، فيها ما فيهاش نزاعات، يعطوا تقاريرهم. قال لك راهي عند الفلاحه، لانه بحكم اللجنه هذه ترأسها وزير الفلاح. نمشوا تو قداش من مره نحن نمشوا للفلاح. قداش عندكم انتم تمشيوا وتجيوا على وزاره الفلاحه؟ بريسك مده من بعد المرسوم احنا نمشوا ونجو اصبروا عرفتك المسكنات ولا تكونوا واضحين. ما عطاوكم سامحني اجابه مقنعه؟ مش حتى اجابه مقنعه، ما حتى اجابه مقنعه. الحاجه الوحيده اللي حكينا فيها معاهم شنو يقول لك الاراضي اللي ما فيهاش نزاعات راهي باش تهبط في القائمه. الورك تشوف وين القائمه وين؟ هذا هو السؤال، وين القائمه؟ احنا وصلنا عرفتك الكلمه الشهيره عندنا في تونس، انا وين سي علاء. احنا كيك ضايعين. تخيل انت باتونت عندك دي شارج، عندك دي لوكاسيون، عندك باش يعني برشا حاجات. سي ديجا ساي خي القباضه باش تجي باش تقول لك انت اون اكتيفيتي ولا ماكش اون اكتيفيتي، عندك باش لازمك تخلص. ما تجيش مش معقول. علاش تعطيل الورك عائلات تعرفهم، جارك قريبك خوك ناس تعرفها باش تحل مشاكل ازمات نتاع بطاله نتاع كي تصير شركه اهليه ويصير تنميه في الجهه ما باش تتحرك، فما مواطن شغل باش تتخلق سواء مباشره او غير مباشره. يعني هيك الجهات تو انا كي نمشي مثلا في ولايه الكاف بحكم انا شركه اهليه في منتصب في ولايه الكاف فيها ضيعات ما شاء الله، يعني ضيعات كبيره، فيها زراعات كبرى راجعه المهمله اصلا تحسها بلاش مالي. الورك علاش ما نستفادوش بها؟ علاش ما سيبولنا القائمة؟ علاش شنو الاشكال اذا كان عندك البطاقة الوصفية نتاع الارض نتاع العقار الدولي وما يصيرش تفعيل في الواقع، وانه تقدموا تخلونا نقدموا بالقائمة هذه؟ علاش لا؟ قابلتوش وزير الفلاحه؟ ما كنتوش تقابلوا وزير الفلاحه وتطرحوا عليه الموضوع؟ ما قابلناش، قابلنا رئيس ديوان هاني قلت لك الحديث اصبروا راهو ان شاء الله بحول الله الاراضي اللي ما فيهاش نزاعات راهو بحول الله باش تهبط. الور كو انا في ولايه الكيف كي مشيت لاداره الجهويه نتاع املاك الدوله اللي وقع لي الحديث مع املاك الدوله انه ضيعه واحده. الور عندنا شركات، احنا مش شركه واحده، ضيعه واحده. الور فما ضيعات يعني ثروات دوله هيك لا لشيء باش لانه الفلاحه شنو هو بالنسبه للضيعات العقارات الدوليه؟ شنو هو نظامها؟ قال لك باش نعطوا بارتي للشركات الاهليه وبارتي الاس ام في دي اللي هي شركات الاحياء وديلو تكنيسيان. هنا كي تجي تشوف الواقع بريسك الكل باش تبقى للمصالح ونرجعوا في نفس الاغنيه اللي كنا نعانيوا فيها معاناه سنين. علاش سيبنا خلينا نخدموا احنا توانسه وعنا الحق في تونس. هذه اللي نجم نقولوا، احنا عنا الحق في تونس، سيبونا خلينا نخدموا وكهو ما حسيش بحاجه اخرى، ما طلبنا بشيء، اعطونا فرصتنا والسلام، اعطونا فرصتنا.